مواجهات بين الأمن ومجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح ناصر الزفزافي. من الذي يقف خلف هذه الأحداث؟ وهل هي أحداث مفتعلة؟ ولماذا رمي رجال الأمن بالحجارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع، كنحيي كل الإخوان والمتابعين. علمنا كما تابعنا كلنا أن بالأمس كانت جنازة ديال أحمد الزفزافي، الأب ديال ناصر الزفزافي. هذه الجنازة كانت جنازة مهيبة حضر فيها ناصر الزفزافي لأول مرة خارج أسوار السجن، ويعني ذهب لجنازة والده رحمه الله وتغمده برحمته. ألقى ناصر الزفزافي في سطح بيته كلمة مؤثرة، كلمة كان لها صدى كبير عند عموم الناس وعند عموم الحاضرين في هذه الجنازة. هذه الكلمة كيف ما قلت كان لها تأثير كبير، ومن خلال هذه الكلمة وجه كلاما مهما ضرب الناس الذين كانوا ينتقدون ناصر الزفزافي. طبعا ناصر الزفزافي اتهم بالانفصال واتهم بالفتنة واتهم بأشياء كثيرة من طرف أناس، يعني كلما يعني الشخص يريد أن يدافع على حقوقه أو يتحدث عن الأوضاع المتأزمة أو عن واقع يعيشه يتم اتهامه بهذا التهم. ومنهم ناصر الزفزافي قبل 8 سنوات عندما كان يطالب ببناء مستشفى والعناية بمنطقة الحسيمة والارتقاء بالمنطقة وتحسين أوضاع المنطقة. يعني جهات اتهمته ووجهت له اتهام بالانفصال، وكانت تتهمه بالعمل للجزائر والانفصال إلى آخره. وهذه تهم ظل ترديدها لفترات طويلة، ودائما الزفزافي ارتبط بهذه التهم من طرف أناس، يعني منابر إعلامية، جهات تحركها دائما. الذي يريد أن يتحدث عن الخلل أو الذي يتحدث عن الفساد أو الذي يريد محاربة الفساد أو كشف الفساد تتم توجيه له هذه التهم. بالأمس ناصر الزفزافي في كلمته وجه نقاط مهمة ليؤكد من خلالها أن الذين يزعمون ويقولون أنهم انفصالي أنهم مجرد يعني يريدون تلفيق له تهمة لا غير. وفي كلمته كما سنسمعها: في سبيل الوطن، وحينما أقول الوطن أقصد به صحراءه وجنوبه شرقه شماله. يعني أكد على أنه مصلحة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وركز على صحرائه، بمعنى أن الرجل رجل وطني لا تربطه أي علاقة بالانفصال أو دواعي الانفصال أو هذه الأشياء. وهذه المزاعم التي يعني يحركها البعض ويقولها البعض إنما هي الهدف منها تشويه صورته، والهدف منها أنهم ينالون من هذا الشخص ومن مطالبه. فهناك جهات لا محال، الجهات التي تستفيد من الفساد ومن الإفساد والتي تستغل نفوذها إلى آخره، لا يخدمها أن يخرج أناس مثل ناصر الزفزافي أو غيره لكي يقولوا وكي يدافعوا ولكي يطالبوا بمحاسبة المفسدين أو شيء من هذا القبيل. فلهذا ضروري كرد أو كدفاع على وضعهم على واقعهم وكدفاع على ما يستفيدون منه تلفيق التهم للآخرين وتوجيه التهم للآخرين. وأسهل تهمة أنك توجهها للشخص، خاصة إذا كان هذا الشخص مغيب في السجن إلى آخره، أنك تتهمه بالانفصال وتتهمه بالفتنة. وهذا الذي اتهم به ناصر الزفزافي، لكن في كلمته هو فند كلامهم هذا. فبالتالي هذه المنابر وهذه الجهات التي لطالما وجهت التهم ناصر الزفزافي ولحراك الريف عموما ولكل الذين يطالبون بمحاربة الفساد والمفسدين إلى آخره، يعني كشفوا وأصبحوا على مرأى الجماهير ومرأى الناس أن هذا السيد هذا سيد محب لبلده، سيد ماشي انفصالي، السيد لا يدعو إلى الانفصال، متمسك بحبه للبلد ويقدم مصلحة الوطن على أي شيء كما جاء على لسانه وفي خطابه الذي كان مؤثرا وفي لحظات مؤثرة أمام حشود جماهيرية كبيرة. يعني كشف هذه المنابر التي زعمت وتزعم وتدعي أنه يعني انفصالي إلى آخره. فكان لابد أن يتم إحداث شيء، وهذا الشيء اللي كيتكلموا فيه مجموعة من الناس أن هذه الأحداث، خصوصا أنه
المواجهه مع الامن. شنو هي الدوافع باش تواجه الامن؟ باش ترمي رجل الامن بالحجاره، باش تفتعل احداث مثل هكذا. يعني من يقف خلف وراء هذه الاحداث؟ هل يعني هاد الناس هادو عندهم الغل تجاه الامن ورجال الامن ورجال القوات المساعده و يعني يعني رجال السلطه بهذه الطريقه وبهذه الوحشيه، ام ان هذه الاحداث افتعلها البعض لكي يبينوا ان هناك جهات يعني معاديه للامن وتكره الامن وتريد المساس بالامن، يعني تطورت الامور الى مواجهه والى عنف من هنا وهناك. فالسؤال اللي كيبقى مطروح، هل هذه الاحداث مفتعله؟ وما هي الجهات التي تقف خلفها؟ ومن يريد صناعه التوتر في هذه المنطقه؟ طبعا ليس هناك اي تحريض لا من ناصر الزفزافي ولا غيره، هي قضيه ان استجاء الجنازه وجه كلمه كانت يعني بينت على ان هذا الرجل محب لبلده وانه لا يستحق ان يظل في السجن، فبعفويه الناس طالبت باطلاق سراحه بعفويه. لكن ان تكون هناك مواجهه مع رجال الامن ورمي رجال الامن بالحجاره وتبادل العنف الى اخره، هنا الامور يعني اخذت منحى اخر، وبدانا يعني امام اشياء اخرى اللي هي المواجهه العنيفه اللي يمكن تندرج تحت مفهوم الفتنه. هل هناك جهات تصطنع الفتن؟ لان بعد الساعات كتكون هناك احداث مصطنعه وجهات كتصطنع الفتنه باش تبقى هي مستفيده، وهذا يحدث ماشي في المغرب فحسب، بل يحدث كثيرا في عدد من البلدان وكذا، لان الوقائع يتم احداثها باش ديك الشخص اللي كيكون مستهدف او ديك الشخص اللي كنكون يتهم الناس بالانفصاليه وكذا الى اخره، ووجد ان هاد الناس بينت الاحداث وبينت الوقائع وبين الكلام ديالهم انهم غير انفصاليين، ضروري انه يجب ان يحدث اشياء. فهذا السؤال الذي اصبح مطروحا الان، هل هذه الاحداث مفتعله؟ ومن افتعلها؟ ولماذا رمي الاجهزه الامنيه بالحجاره؟ مع انه يقال ويتم تناقل ان معتقلين حراك الريف، وهذا الشيء الذي تم تداوله بالامس، انهم ضد هذا السلوك وضد هذا العنف وضد هذا الفعل في حق مجموعه من رجال الامن. هذا كلام تم تناقله، لا ندري مدى صحته ومن الذي اخرجه وما هو مصدره، لكن في الغالب اعتقد والله اعلم ان هذه هي الخلفيه التي يتحركون منها. فبالتالي هذه الاحداث التي افتعلت بالامس لكي تغير الصوره الايجابيه التي جاءت من خطاب ناصر الزفزافي الذي بين على انه رجل وطني وانه رجل محب لبلده ويضع مصلحه البلد قبل اي اعتبار، وبين كذلك انه رغم الالم التي يعيشها، رغم الحزن الذي فيه، الرجل قوي جدا، الرجل متضامن حتى انه لبس الكوفيه وبين على انه متضامن مع الضحايا اخواننا في ارض العزه، بمعنى ان هذا الرجل رغم كل ما حدث له لا زال وفيا لمبادئه، وفيا لبلده، محبا لها، عكس ما يريد ان يروجه الاخرين. ونحن نعلم ان هناك اختلاسات وهناك رجال استفادوا من ميزات خاصه ومن مناصبهم، وهناك اختلالات كثيره في المشروع ديال الذي كان مقرر انجازه حول الحسيمه مناره المتوسط، وهناك اشياء كثيره. اذا هذا الخلل وهذا الاشخاص الذين تورطوا في هذه الاشياء، هل تكون لهم يد في هذه القضيه؟ هذا الاشخاص الذين يلمزون هذا الرجل ويتهمونه بالانفصال، هل تكون لهم يد في القضيه؟ هذه كلها اسئله مشروعه نطرحها خصوصا في هذه الاحداث وخصوصا في هذه الوقائع وفي هذا العنف الذي حدث بالامس، الذي هو يعتبر فعل مدان لا محال. في الختام، مرحبا بكل ارائكم وتفاعلاتكم. ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه، والى فيديو اخر نحييكم. السلام عليكم.